هو في حد ممكن يبقى مبسوط وهو بيطلع فلوس ويبقى راضي جدا عن قراره بالشراء؟ الإجابة زي ما قال الكاتب سبنسر جونسون في كتابه بيع الدقيقة الواحدة هي لو اللي باع له كان محترف وساعده على إنه يشتري. وده موضوعنا النهاردة في الحلقة التانية من أسرار بيع الدقيقة الواحدة للكاتب سبنسر جونسون. هنتعلم إزاي نهتم بمساعدة العملاء على الشراء في 3 خطوات، أو بمعنى أصح في 3 دقايق. الدقيقة الأولى يتخيل فيها المقابلة مع العميل ماشية بمنتهى السلاسة من أول ما تبدأ لغاية ما تنتهي، وخلال الدقيقة دي شوف الأمور من وجهة نظر عميلك علشان تفهم إيه اللي يخليه ممكن ياخد قرار الشراء أو ما ياخدش القرار ده. وده هيساعدك إنك تحدد إيه مزايا المنتج بتاعك، وبالتالي الفايدة النهائية اللي المنتج بتاعك هيحل بيها مشكلة العميل وتخليه راضي عن قرار الشراء. الدقيقة التانية اسأل عميلك الأسئلة اللي تشجعه على إنه يتكلم علشان تفهم أكتر عن احتياجاته، ومادام سألت يبقى لازم تسمع وبإنصات وتبين ده للعميل بتاعك علشان يعرف إنك فاهم كويس احتياجاته وأولوياته. طيب الكلام ده هتعمله إزاي؟ عن طريق إنك تلخص له أهم النقط اللي اتكلم عنها في احتياجاته للمنتج، وبعد كده تعمل ربط بين احتياجاته ومشاكله من ناحية والمنتج بتاعك هيحلها إزاي من الناحية التانية. الدقيقة التالتة زود مبيعاتك من غير ضغط وبأقل مجهود، عن طريق إنك تدي لنفسك دقيقة تتابع فيها العملاء اللي بالفعل اشتروا منك، وتوضح لهم قد إيه أنت مهتم تعرف أكتر عن مدى رضاهم بتجربة المنتج اللي اشتروا منك. وده هيخليهم يثقوا فيك وهيحبوا جدا إنهم يكرروا تجربة الشراء منك. كمان هيرشحوا لك معارفهم وهم واثقين إنهم كده بيخدموهم. وبكده نكون خلصنا أول سر من أسرار بيع الدقيقة الواحدة. تعالى نفتكر مع بعض إن أول سر من الكتاب بيع الدقيقة الواحدة هو إن يكون هدفك إنك تساعد العميل على إنه يشتري، وعلشان تعمل كده لازم تدي لنفسك 3 دقايق. الدقيقة الأولى تخيل فيها المقابلة مع عميلك ماشية بمنتهى السلاسة. الدقيقة التانية اسأل عميلك الأسئلة اللي تشجعه على إنه يتكلم. الدقيقة التالتة تابع العملاء بتوعك علشان تزود مبيعاتك من غير ضغط وبأقل مجهود. لو عجبتك الحلقة وعايز تعرف إيه هو السر التاني من أسرار بيع الدقيقة الواحدة علشان تبقى بياع محترف من غير ضغط، واللي كمان هنتكلم فيها عن إزاي تبيع لأصعب نوع من أنواع العملاء، تابعنا في الحلقة الثالثة من بائع الدقيقة الواحدة.